سلام عليكم يا حلوين، وحشتوني. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة الفيديو جبار، انا جايه لكم في فيديو متين 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 من الاخر. كنت عازمة اخويا وامي. النهاردة كان سادس يوم رمضان تقريبا. اه المهم بقى بصوا، الصينيتين دول فيهم بصل، وهنا حطيت الديكين دول على النار علشان اسلقهم. بص، هو انا المفروض كنت حطيت الاول ميه تغلي بالبصل والطماطم والكلام ده، بس ايه سهى عليا يعني. بس برضو هحط لها ميه سخنه بتغلي، ما تقلقوش. انا حاطه هنا صينيتين بصل، صينيه هحط فيها لحمه مفرومه، وصينيه التانية للمحشي. بصوا دي اللحمه المفرومه. انا يا دوب دبلت بس البصلايه، ما حمرتهاش لان البصله بتاعت اللحمه المفرومه مش بتتحمر. في ناس بتحط الاول اللحمه المفرومه وبعد كده يحطوا البصل، كل واحد وليه طريقته، ودي طريقتي انا. بحط البصله تدبل بس الاول كده، وبعد كده انزل عليها باللحم. بصوا بصوا يا جماعه، انا بحب المطبخ، وطول وانا واقفه في المطبخ ما ينفعش اعمل مثلا العصاك بس، ما ينفعش اسلق الفراخ بس، ما ينفعش اعمل المحشي بس. ببقى واقفه بعمل كل حاجه في نفس الوقت طالما ان انا قادره اعمل كده. الحمد لله يعني. هنا حطيت بواقي الفراخ، الكبده والقوانص والاجنحه. حطيتهم وقطعت عليها بصلايه. بصوا انا قيت هنا وقيت هنا زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى التوابل بتاعتها، الفلفل، واحط لها برضو حبهان اهو، وورق لورا بقى، وجوزة الطيب، ودي جوزة الطيب، ودي المبشرة بتاعتي. بصوا هحط بقى التوابل اللي بتتحط على الكل، هحطها مرة واحدة. يعني حطيت جوزة الطيب على اللحمة وعلى الفراخ وعلى البصل بتاعت المحشي، بيبقى طعمها زي العسل. هحط بقى ورق اللورا، احط برضو على الفراخ واللحمة والمحشي. الاكل والله العظيم كان زي العسل. عارفين العسل ده؟ الاكل ده كان عسل نحل علشان اللمة بس والله. طبعا انا نفسي حلو في الاكل وكل حاجة، محدش قال كلام. كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم بخير، ودايما متجمعين مع حبايبكم، ويرحم ابويا وموتاكم، ويرجع الغايب يا رب. بصوا هنا ايديا في اللحمة برضو عشان ايه ما تتلسعش مني، وفي البصل نفس الحكاية. هحط بقى ملح للفراخ واغطيها، لكن اللحمه ما بحطلهاش دلوقتي، بحط لها في الاخر. حطيت بس معلقه على البصل كده عشان تسرع معايا التحمير، لان البصل ده ابيض. ده كيس صلصه كنت انا مخزناه في الفريزر، ما فيش وقت طبعا، فقلت ايه اجيب من اللي في الفريزر. هغطي بقى الفراخ وابص. شايفين الطبق ده؟ ده طماطم مضروبه بقرن فلفل ببصلايه. لا مفيش بصل، طماطم وفلفل، فلفل اخضر بارد على حامي. بحطها كده للحمة، بتديها طعم عسل. هنا بقى حطيت ربع قرن فلفل حامي، تبقى فيها ايه سنة سبايسي كده. هنروح بقى للخلطة بتاعة المحشي. جبت برطمان الصلصة ده، انا مفكراه مفتوح لقيته متبرشم زي ما هو. جبت معلقة نظيفة، طبعا ما ينفعش احط معلقة مبلولة. حطيت معلقتين على خلطة المحشي، ونص معلقة كده على اللحمة. بصوا اللون، انا هنا كنت قلبتها اصلا يعني استوت بقى، فقلت احط لها معلقة اللحمة، معلقة الملح. معلش يا ولاد، انا طول ما انا صايمه تلاقوني ايه بقول كلام مش بتاعه يعني، وحله يحله. هنا بقى رحت للديوك ديت، دول ديكين بلدي شامورت. إيه، قلت اشيل من على وشهم الريم يعني عشان الشوربه تبقى عسل كده زيكم، والشوربه يبقى لونها اصفر وحلو كده، ما تبقاش مغمقه. فاهميني؟ انتوا اكيد كلكم شاطرين وفاهميني. يلا بقى هنعمل فراخ بالزبادي، بس ايه روعة. قسما بالله اللي هيجرب الفراخ دي اللي هيقول لي دي ادمان. انتوا ممكن تكونوا عارفينها، بس دي طريقتي من زمان قوي، وامي طلبتها مني فقلت اعملها لها. طلبات امي اوامر. بصوا هنا قطعت بصلتين كبار على طماطمايه على قرنين فلفل على زبدية. الزبدية دي بقى بتديها تبقى طرية كده وجميلة. وحطيت معلقة كده ايه من الكاتشب. هقلب كل ده مع بعضه كويس قوي قوي قوي. بصوا، اصلا الاكله دي بالخلطه دي عايزه تتاكل كده. وجبت الصينيه البايركس دي. هحط بقى انا مكنتش عامله كتير يعني، هما 3 مع الديكين فحلوين قوي ما شاء الله. والله كلنا، والاكل كان بزياده، واكلنا بالليل تاني بعد التراويح. بصوا همسك بقى الخلطه دي احطها على الفراخ، واعمل الجيوب كده عارفين تحت الجلد. بصوا
كأنه جيب كده، واعبي في الخلطة دي. يا سلام بقى لما بتستوي بقى معاها والبخار بتاعها كده يبقى مكتوم تحت الجلد. اللهم اني صايم، انا بسجل لكم وانا صايمه تاني يوم. بس همسكها بقى اقلبها في بعضيها كده. بصوا بعمل لكم زوم عشان تدخلوا معايا جوه التفاصيل. خشوا يا ولاد جوه التفاصيل وجوه الوراك. شكرا لكل حد بيحط لي تعليق وبيقول لي كومنت. شكرا لكل حد بيدعمني في الاول. طبعا ما حدش بينسى الناس اللي وقفت جنبه. مستحيل مستحيل حد ينسى اي حد وقف جنبه في الاول. ان شاء الله انا مستمريه معاكم. المهم نرجع بقى للفراخ ديت. جبت منديل بقى وايه، قلت انضف الصينيه كده من الاحرف عشان منظرها ما يبقاش وحش. نرجع بقى للبوتاجاز. ايه رايكم؟ هنا الصلصة كانت خلاص، بقلبها برضو كل شوية عشان ما تتلسعش مني. لازم ايديا تبقى هنا وهنا. نعمل بقى شوية عصير حلوين كده. بصوا انا طلعت ال3 مانجات دول من الفريزر، عملت لهم شفش عصير. هما ما شربوش قبل كده في حياتهم ولا هيشربوه. مسكتها بقى انا ما رضيتش اطول الفيديو، يعني بقصره علشان ايه المدة ما تبقاش طويلة، ما اطولش عليكم وتزهقوا مني. بصوا هنا بضربها بس عينيا جت على الفراخ، قلت ايه عشان ما تتهريش مني لانها صغيرة، حجمها صغير. سبت العصير وقلت لما اروح الاول اطلع الفراخ يا اختي لا تتهرى مني ويبقى شكلي مش لذيذ قدام الضيوف. طلعت الفراخ كده الاول، قلت اسيبهم على جنب علشان برضو ايه ما تتهريش مني واعرف احمرها كده وتبقى حلوه. نرجع بقى ايه للمانجا تاني. بصوا تقيله وجميله. بصوا بقى الحركه اللي انا عملتها دي نص مانجايه، مسكتها قطعتها كده هرستها علشان احطها في الشفشه واصب عليها العصير تشرب وتاكل في نفس الوقت. كانوا شويه عصير زي العسل. وبألف هنا يا رب، بألف هنا على قلوب كل اللي كل من حاجتي وشكر وقال لي تسلم ايديكي يا ام مصطفى. بصوا المنظر. اللهم اني صايم. انا مش هسجل تاني يا ولاد على الفيديوهات وانا صايم. خلاص يا ستي، خلاص يا ستي، عرفنا ان العصير تقيل وفيه حتت مكعبات يا ستي وعصيرك حلو. اركني بقى على جنب. نمسح بقى الكبة دي ايديا ورجليا ما شاء الله عليها بجد حلوة ما شاء الله. نمسح بقى الرخامة عشان نشوف بقى المحشي بتاعنا. ما احنا عاملين محشي. الرز ده انا غسلاه والتسبيكه كانت استوت الحمد لله. نقلب الرز الاول. المره دي بقى انا كنت جايبه خضره فريش ما طلعتش من الفريزر، طالما موجوده في السوق ورخيصه وحلوه برضو وكبيره فهستخدم ايه لحد ما يجي عليها الوقت الازمه اللي يجي ده، يعني بتبقى غاليه وشويه. حط بقى التوابل بقى فلفل وملح وكمون ورشه كزبره. طبعا كنت حاطه جوز الطيب انا وحاطه ورق لورا. ورق اللورا ده يا بنات انا بشيله وانا بحشي. نحط بقى الخضره. انا حطيت الخضره كلها بس سبت شويه صغنطاطين خالص اللي هو ايه لو عملت سلطه ولا حاجه. بصوا انا بقول لكم بايديا ما ينفعش بالمعلقه، ستات البيوت عارفه الكلام ده، ما ينفعش اقعد اقلب بمعلقه. بقى احنا بنعمل اكل ولادنا بنبقوا ايدينا نظيفه يعني وكل حاجه حوالينا نظيفه وزي الفل. نحشي بقى المحشي. بصوا انا مش بكبس صبع المحشي يا بنات، انا يا دوب بحط كده بس وبسيب بتاع عقله من صبعك كده. بصي اهو علشان المحشي لما يستوي يطلع الحبة دول يبقى مظبوط. هنا انا موقفة الحلة علشان ما يتزحلقش كله كده، يبقى كله واقف في الحلة كده، فاهمين؟ عيالي رايحين جايين حواليا، ايه الريحة دي يا ماما، ايه الريحة الحلوة دي يا ماما، جوعتينا يا ماما. واقول لهم اصبروا فاضل تك. احنا كده خلاص كنا قبل المغرب تقريبا بساعة. بس هحشي بقى المحشي ده كلته كوسة وبتنجان، وكان قرن واحد بس فلفل كده عشان ايه محدش بياكل الفلفل بس بحبه يدي طعم في قلب الحلة كده. فاهمين؟ اكيد فاهمين، اكيد كل الستات الشاطرة فاهمين. خلصت بقى المحشي. بصوا هحشي بس دي معاكم كده عشان ما اطولش عليكم. بصوا الجمال. حشيت كله كده بقى وخدته على البوتاجاز على طول. هنا كنا خلاص الوقت دخل شوية بتاع فاضل نص ساعة بشوربة بقى الفراخ وهي دافية كده. وسقيت المحشي كله. المحشي ما بيتغطاش للاخر، الكوسة والبتنجان والحاجات دي بتاخد نص بس كده من تحت. تمام. والشوربة المفروض ما تبقى سخنة قوي يا بنات. شوربة الخضار بتبقى دافية، انما محشي الكرنب بيبقى سخن نار عشان يغلي على طول. بس كده هغطيه بقى واسيبه مع نفسه. نعمل بقى برام رز عشان اخويا بيحب الرز المعمر. انا كنت ناسيه اللبن فبصوا متلج ازاي، بس فكيته يعني عملته بالمعلقه كده اتفك.
نيجي بقى حطيته في الفرن خلاص، نيجي بقى للفرختين دول هم صغنطتين عشان بلدي فاهمين. ندهنها بحتة سمنة بلدي ومعلقة صلصة. ندخل على طول بقى على الكبير، على الطبلية بتاعتنا في رمضان. رقاق، كنت عامله لهم صينية رقاق باللحمة، هي ما استناش منها حاجة يعني ما شاء الله. بصوا انا دي شوربة من برضو من بتاعة الفراخ، حاطة فيها معلقتين سمنة بلدي، وبسقي كده الرقاق، وارص في الصينية، اسقي واحط في الصينية. بصوا حتى لو مكسر على فكرة مش مهم، ما تقوليش مكسر يترمى، لا لا مفيش حاجة بتترمى خالص والله. انا كنت جايبة كيلو رقاق، عملت نصه امبارح وهعمل نصه النهاردة ايه مع بواقي الاكل كده، اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هعمل نص الكمية كلها بنفس الطريقة دي اهو. انا هنا كنت روحت ابص على الفراخ اللي حطيتها تحت الشوايه، قلت لماما اعملي انتي ايه على ما ارجعلك. بصوا الزياده بنكسره ونحطه كده في الصينيه. جود قاعده مع ماما بتساعدها تقول لها اساعدك يا تيتا. هاجي انا بقى كده خلاص، كانت ماما عملت نص الصينيه، هنحط بقى اللحمه. اللحمه كانت جمدت عشان الجو ساقع، بس انا بقيت احط كده ايه واضغطها بالمعلقه كده، اللي هو اسويها في قلب الصينيه عشان ما تبقاش مكلكعه. شايفين ما شاء الله، كانت لحمتها حلوة وكتيرة يعني، مش شوية كده ولا حاجة، لا 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 ما شاء الله. نكمل بقى الباقي، نعمل برضو نص الصينية من فوق ونحط. اهو خلصنا كده. جبت بقى سكينة علشان اقطعها، دي بتتقطع قبل ما تخش الفرن، ما ينفعش اقطعها بعد ما تطلع لانها بتبقى ناشفة، ما ينفعش تتقطع. الشوربة اصلا خلتها طرية خالص، شايفين بسم الله ما شاء الله. البنات الصغيرة اللي عايزة تتعلم بقى الفيديوهات دي حلوة قوي ليكوا، يعني كل حاجة بالتفصيل معاكوا اهوت. ودايما تتعلمي ايديك تكون في كل حاجة، يعني مش لازم تقفي قدام حاجة واحدة بس، لا، اتعلمي انك واقفة في المطبخ تعملي كذا شغلانة مع بعض. وبرضو خدي بالك من نفسك ومن سلامتك اهم من اي حاجة. بصوا انا بقطعها خرط كده، لازم وانتي بتقطعي تبقي ماسكة كده ايه، تسندي بايديك التانية علشان ما تتهريش منك. يلا نخلص بقى بسرعة عشان اروح اشوف الفراخ اللي في الفرن. اهو ايه رأيكم؟ زي الفل. الفراخ هنا احمرت وزي العسل، بصوا بتلمع ازاي. والمحشي وكمان اهوت. الخلطة دي بقى كوباية لبن وبضاية ومعلقة بيكنج باودر وفلفل وملح. دي لإيه بقى؟ دي بحطها على وش الرقاق، بتنقله في حتة تانية خالص. هنا انا كنت عملت شوية ملوخية علشان ياكلوه مع الرز المدسوس بقى كده والجو ده. ملوخية ناشفة، بص بزود لحد ما تظبط معايا. نحط حتة تومة، معلقة سمنة بلدي، ورشة كزبرة، ملوخية يعني كزبرة. بصوا تحمر، ده تحميرة كمان صغيرة كده. بس هنا كنت حطيت الملوخية على التوم وحطيتهم يدوا غلوة كده. دي الخلطة اللي انا قلت لكم عليها. دخلت الرقاق اخد تشميعة كده بس نص سوا وسخن نار، ورحت مدياله الخلطة دي تحفة يا بنات، جربوها. عسل، وبتنفش الرقاق كأنها زي الكيكة كده. بعد ما خلاص استوت حطيت لها على الوش جبنة موتزاريلا وادخلها بقى تسيح، ويا سلام والله شيف. بصوا دخلتها بقى خدت وش تاني. خلاص كده المغرب بيأذن، قلت لجوزي تعالى لي بقى ساعدني عشان انا جبت اخري خلاص. بحب يقف معايا في الوقت الاخير ده بيساعدني يعني. بصوا بيظبط هو بقى، بص بص بصوا الحركات، اوعى اوعى وشك يا عم الحاج. خليته يغرف المحشي، وانا بقيت انول عيالي الشوربه يعني والمعالق والحاجات دي ياخدوا مني ومن ابوهم، فاهمين، علشان خلاص المغرب كان اذن هنا. ما لحقتش اصور الاكل كله مره واحده لان ايه الوقت دخل علينا، انا دايما مزنوقه في اخر ربع ساعه، والله دايما مزنوقه. فرحت لهم بقى ايه بالتليفون لحد هناك. بص هو بيغرف لهم، لازم هو يقعد يرسم ويعمل حركات فنادق وكلام من ده. يا سيدي قلبها كلها مره واحده كده، هو تخلي البساط احمدي. لا ازاي؟
انا هنا من ورا كنت بديهم بقى الملوخيه والشوربه والفراخ جبت له بقى العدل الكبير ده، انا بحب اكل منه. قلت له غرف لنا بقى هنا والعيال كده، واللي عايز يزود يزود. الفيديو ده كان متصور تقريبا في ساعتين تلاتة، والله انا حاولت امنتجه على قد ما اقدر لحد ما وصلت في ربع ساعة. فمعلش بقى لو كان الفيديو بيطول. هنا بقى دخلت لهم خلاص، قلت لهم كل سنة طيبين، اخويا بيديني عصير، قلت له لا شربت خلاص. كل سنة وانتم طيبين واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.